جربتي تعملي قبل كده كفتة الحاتي في البيت؟ الحقيقة أنا كنت بعملها وكنت دايما ببقى مبهورة بالكفتة بتاعتي، لحد ما اتعزمت عند ناس قرايبي وأكلت الكفتة بقى من إيدين صاحبة البيت ولقيتها تحفة، ومن يومها قررت هعملها بالطريقة دي. جبت نص كيلو لحمة مفرومة اقتصادية اللي هي بيبقى فيها دهن مدهننة، بصلاية كبيرة، أو البصل عندي كان صغير قوي فعملت ما يعادل بصلاية كبيرة، ونص ليمونة، وكيس بهارات كفتة الحاتي. بهارات كفتة الحاتي بس كده، ولا اي حاجة تاني. طب البقسماط مفيش، طب البيض مفيش، طب البقدونس، الفلفل الملون مفيش. يلا ابدأي كده واحدة واحدة. امسكي البصل، اول حاجة ضربته في الكبة وبدأت افصل التفل عن مية البصل، بصفيه بالمصفى زي ما انتي شايفة، ونص ليمونة كده على مية البصل واركنها على جنب. وبروح واخدة بقى اللحمة بتاعتي، ضايفة عليها تفل البصل وكيس بهارات كفتة الحاتي. خدي بالك ما تتلخبطيش، في نوعين اكياس للكفتة، في كيس كفتة عادي وفي اللي بيبقى مكتوب عليه الحاتي. اللي مكتوب عليه الحاتي ده هاتي، كنور فاين فوز بتنزله وماجي بتنزله، انا جايباها ماجي. قلبت المكونات كلها في بعض ورحت مدخلاها على التلاجة كده 5 دقايق. وبعد كده الصينية اللي انا هعمل فيها ممكن تسويها على الجرال من فوق، انا حبيت اسويها في الفرن زي ما شفت صاحبتها بتعملها، كانت حلوة قوي. بصي، هي اللحمة عشان مدهننة فالصباع بيطلع صباع، وبعدين يعني ما بيفكش مني. دخلناها كمان التلاجة اتمسكت شوية. افتكرت بقى ان انا دايما بحط كده نص معلقة بيكنج باودر كنت ناسية احطه علشان الكفتة طبيعي هتكش لان فيها نسبة دهون عالية. فالمهم حطيتها، يعني بعد ما عملت اول صباع قلت مش مشكله، ورحت ضايفه البيكنج باودر وقلبت، ورجعت كملت بقيه الصينيه. وطبعا ميه البصل اللي جنبي اللي عليها نص ليمونه دي ببل ايدي فيها كده وامشي على الكفته من بره لحد ما خلصت الصينيه. في الوقت اللي انا بصبع فيه الكفته مشغله الفرن. لو تلاحظوا انا لا حاطه بقسماط ولا حاطه بقدونس ولا حاطه اي حاجه خالص، هي كده زي ما شفت صاحبتها عملتها. الطعم كفتة حياتي حياتي. بس اللي يفرق بقى ان احنا المفروض في الاخر نفحمها، انا ما رضيتش افحمها لان في اطفال هياكلوا معانا. يعني انا اي حاجة طفل هياكل منها ببعد عن ان انا افحم اللحوم اللي الاطفال هياكلوا منها. دخلت الفرن، خدت معايا نص ساعة على 200 درجة، وبعد كده رحت مشغلة عليها الشواية، ما خدتش وقت، يعني دقيقة كده شواية وخلاص. شوية طحينة، نص ليمونة، فصين 3 توم مفرومين، ملح فلفل كمون كزبرة شطة. وتقلبي الكلام ده كله بشوية مية بقى سخنة مغلية، مية ساقعة من الفلتر مش هتفرق، النتيجة واحدة. قلبي كويس، وشوية توم شوية بقدونس مفرومين، وتقلبي. واحنا كده جاهزين. عايزة تقدميها بقى مع رز كبسة، مع مكرونة، سندوتشات زي انا ما عملت بلدي، وعملت فينو من اللي انتي شايفاه ابو سمسم الحلو الجميل ده. احلى كفتة حياتي تقدري تاكليها، صدقيني. الكيس ده يعني احنا عندنا البهارات دي في البيت كتير، بس الكيس ده فعلا هو اللي بيديكي طعم كيس كفتة الحياتي من فاين فودز او من ماجي. واحنا لسه ما عملناش لايك وشير للفيديو، انت لسه شايفاها اهي قدامك، حتى جوسي كده وطريه وناعمه، وحطيت عليها كده، قطعت حته كده عشان اوريها لك، وحطيت عليها يعني نقطه طحينه. لا الطعم فعلا كفتة حياتي. لايك وشير للفيديو، وانتظروني في كل جديد. سلام عليكم.